جربتِ تعملي كيكة برتقال وفشلت معاكِ؟ خلاص انسي، النهارده هنعمل مع بعض أنجح وصفة كيكة برتقال في الخلاط بمكونات اقتصادية ومقادير مضبوطة جدًا والنتيجة كيكة ذهبية وطعمها خيال، هتطلع معاكِ ناجحة من أول مرة. بس ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وتكتبوا لنا تعليق جميل كده زيكم، تعملوا شير كتير عشان الكل يستفيد. يلا بينا نعمل مع بعض أحلى كيكة برتقال. أول حاجة جبنا شفشق الخلاط ونزلنا ب3 بيضات درجة حرارة المطبخ ودي خطوة مهمة. اوعي تستعملي البيض وانت خارجاه من التلاجة. تاني حاجة هننزل بمعلقة خل ودي مهمة جدا هتديكي هشاشة، ومعانا كمان معلقة فانيليا صغيرة هننزل بيها، ومعانا دلوقتي ذرة ملح صغيرة خالص، ومعانا دلوقتي مع بعض كوباية ونص سكر هننزل بيهم. تقدري كوباية وربع، كوباية لحد كوباية ونص زي ما انت عاوزة في كمية السكر. نبتدي نضرب كويس جدا لا يقل عن 3 دقايق لحد السكر ما يدوب معانا. ولازم يا جماعه خطوه مهمه انك تشيلي القطعه بتاعه الخلاط دي عشان تدخلي هواء. الكيكه دي محتاجه هواء جدا بالذات كيكه البرتقال، فلازم تشيلي القطعه بتاعه الشفشق دي. شايفين يا جماعه؟ هتديكي هشاشه وخطيره وفي منتهى الروعه. نتكلم دلوقتي الاول عن البيض. البيض يا جماعه لو صغير تستعملي 4 بيضات، ولو البيض معانا كبير هما ال3 كفايه قوي كده يا جماعه. بالنسبه للفانيليا يا جماعه تقدري تستعملي فانيليا سايله، تقدري تستعملي فانيليا بطعم البرتقال، وتقدري تستعملي فانيليا عاديه مفيش اي مشكله خالص. بس الفانيليا بطعم البرتقال هتديكي نتيجه في منتهى الروعه. شايفين يا جماعه ما شاء الله لونها فتح معانا ازاي؟ عشان ضربناها كويس جدا وكده السكر داب معانا خالص، ودي اهم خطوه. معانا دلوقتي كوبايه الا ربع زيت على سمنه هننزل بيهم دلوقتي فوق الخليط اللي ضربناه، ومعانا دلوقتي معلقه كبيره بشر برتقال هننزل بيها كده على المكونات كلها، وهنبتدي نضرب كويس جدا كده مع بعض. خدي بالك يا جماعه تمسكي البرتقانه تغسليها وتنشفيها كويس جدا وتبداي تبشري الطبقه الصفراء بس. اوعي وانت بتبشري تيجي يمه الطبقه البيضاء، عشان الطبقه البيضاء دي يا جماعه فيها نسبه مراره هتطلع معاكي كيكه مره. حاولي تاخدي الطبقه الصفراء اللي بره دي خفيفه جدا بس. نضرب بقى كويس جدا. شايفين يا جماعه شكلها عامل ازاي وعماله تدخل هوا ليه؟ عشان شلنا القطعه اللي فوق ودي اساسيه في كيكه الخلاط. شايفين يا جماعه؟ يلا بينا دلوقتي بعد ما ضربناها شكلها عامل ازاي؟ خطيره وفيها فقاقيع ازاي؟ دخلت هوا كتير. يلا بينا دلوقتي معانا كوبايه عصير برتقال. انا بعصر البرتقال وبصفيه. هنضربه بقى كده دقيقتين بس يا جماعه، بس ما تزوديش عن كده. خلاص كده اختلطت كل المكونات مع بعض. يلا بينا دلوقتي نشوف شكلها عامل ازاي. شايفين الفقاقيع والهواء اللي فيها دي؟ يلا بينا دلوقتي هنفضيها في الطبق بالطريقه دي. هننزل بمواد السائله بعد ما ضربناها كويس جدا يا جماعه بالطريقه دي. شايفين شكلها عامل ازاي؟ هنركنها على جنب. معانا دلوقتي كوبايتين ونص دقيق هننزل عليهم بمعلقتين نشا الذره عادي، وهننزل عليهم كمان معانا دلوقتي معلقه كبيره بيكنج باودر او باكو بيكنج باودر، ونبتدي نقلب كل المكونات الجافه دي كويس. وطبعا اساسي ان احنا نخليه الدقيق كذا مره، نخليه مره ولا اتنين هيديكي نتيجه في منتهى الجمال. يلا بينا دلوقتي هننزل بالمواد الجافه على المواد السائله وهنديله نخله خفيفه كده. نخليه يا جماعه تاني مفيش مشكله، كل ما تدخليه هيديكي نتيجه في منتهى الجمال. ندخل كده بالراحه واحده واحده بالطريقه دي. شايفين يا جماعه؟ هتطلعي احلى كيكه برتقال وحاجه جميله وروعه وسهله وخفيفه، وهتعجب كل اللي هياكلها عندك يا جماعه. واحده واحده كده وتقلبي كده بالمضرب اليدوي في اتجاه واحد من تحت لفوق، بس ما تضربيش جامد، يعني يا دوبك كده لحد ما المكونات كلها تختلط مع بعض ودي يختفي خالص وخلاص كده تمام. وقفي الضرب على طول. واحده واحده. شايفين يا جماعه؟ وانت بتضربي حاولي في اتجاه واحد. اهي جميله وسهله وخفيفه. وطبعا دلوقتي خطوه مهمه ان احنا مولعين الفرن يا جماعه، لازم تولعيها قبل ما تبداي في عمايل الكيك. مولعينه على درجه حراره كام؟ 180. ودي خطوه مهمه وسبته يسخن دلوقتي. شايفين كده؟ خلاص خلصنا كل المكونات اختلطت مع بعضها. ونبتدي بقى دلوقتي معانا دلوقتي الصينيه. الصينيه دي طبعا مدينها دهنه سمنه كده اهو، ورشين عليها رشه دقيق مبطنينها ومن الجوانب وكله، وتنفضي الدقيق. خطوه مهمه ان لازم تنفضي الدقيق اللي فيها. يلا بينا دلوقتي هننزل بخليط الكيك بالطريقه دي. شايفين يا جماعه السمك بتاعها عامل ازاي؟ لازم تكون معاكي كده، لا سايله قوي ولا خفيفه قوي. نزلي بقى كل اللي في الطبق بالطريقه دي. ودلوقتي بعد ما نزلنا كل خليط الكيك بالطريقه دي، شايفين يا جماعه الصينيه يا دوبك نصها بالظبط، ما تزوديش عن كده عشان هتعلى معاكي في الفرن. امسكي بقى الصينيه كده واضربيها ضربتين كده على الرخامه. وطبعا زي ما اتفقنا احنا مولعين الفرن على درجه حراره 180. احنا هندخل الصينيه على الرف الاوسط، هتقعد معانا من 40 ل 45 دقيقه، وبعد كده نشوف الجمال والعظمه دي مع بعض. وهتشغلي الشوايه 5 دقائق ونشوف النتيجه مع بعض. دي الكيكة بعد ما طلعت من الفرن هشة وجميلة وخطيرة. وشايفين ارتفعت معانا قد ايه يا جماعة؟ شايفين لونها عاملة ازاي؟ يلا بينا دلوقتي نقطعها كده مع بعض
ونشوف الجمال والعظمة دي. شايفين يا جماعة بتقطّع سهل إزاي ولا هتتفرول معاكِ، والنتيجة في منتهى الروعة. جرّبوها وقولوا لي إيه رأيكم فيها ومش هتندموا. شايفين يا جماعة العلو بتاعها عاملة إزاي، شايفين لونها فاتح إزاي، وخطيرة وهشة وفلافلي خالص كده وفي منتهى الجمال. وبكده بقى نكون عملنا أحلى كيكة برتقال في الخلاط ممكن تاكلوها في حياتكم. جربوا الطريقة دي ومستنية أشوف تعليقاتكم الجميلة على الوصفة. ولو عجبتكم الوصفة ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وتكتبوا لنا تعليق جميل كده زيكم، وتعملوا شير كتير عشان الكل يستفيد ويوصل لكم كل جديد من الوصفات السهلة والسريعة. وبالهنا والشفا على قلوبكم، وسلام عليكم.